في لعبة افتراضية تماما هقول لك مين يورث مين. تاني واحد في القايمة هو الساحر محمود عبد العزيز. تعالى بقى نشوف ده اسمه ايه بموضوعية من غير انفعالات ولا تشنجات. محمود عبد العزيز بالنسبة لجزء كبير من الجمهور هو الكوميديان رقم واحد حتى على عادل إمام. في نفس الوقت هو عبد الملك زرزور ملك الموت في مذهب الزرازير. حد لشوق لحاجة ايه؟ ميزة محمود عبد العزيز انه كان بيضحكنا من منطقة مختلفة عن اي حد. يعني شكله ما يقولش ابدا انه كوميديان، هتشوفه تقول جان يلعب رومانسي يلعب اكشن، لكن كوميدي وبيضحك دايما من مواضيع جد. مش لازم يبقى الفيلم هزلي عشان يضحكك. يعني عبد القوي جديد في فيلم جري الوحوش بيضحك رغم انه الفكره انه بيبيع جزء من جسمه من كتر الفقر. الشيخ حسني اللعمه بيضحك، ده بشخصيه رأفت الهجان كان بيضحك برضه. طب افلام ايقونيه زي البريء والكيف والعار تلاقي، اعمال تاريخيه وبوليسيه برضه تلاقي. طب مين في الجيل الحالي ممكن نقول عليه الوريث الشرعي لروح وخفه دم وكاريزما محمود عبد العزيز؟ بسيوني. نعم بسيوني عبد السلام بسيوني. كريم عبد العزيز بالنسبه لي هو الاقرب لمحمود عبد العزيز، اولا لتشابه الاسماء، كريم عبد العزيز ومحمود عبد العزيز، مش محتاجة حاجة يعني. كريم عنده نفس الحته اللي ممكن يضحكك من خلال مواضيع جد، وهيئته كمان فيها شبه كبير من محمود عبد العزيز، الشاب الجان اللي ما تتوقعش انه يضحكك وفي نفس الوقت هو مسخره. مثلا هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. كريم كمان عمل افلام تعتبر ايقونيه وكانت نقله في تاريخ السينما زي الفيل الازرق، واعمال بوليسيه ووطنيه زي الزيبق. مكانه كريم عبد العزيز دلوقتي والبرسونا اللي بيبنيها طول السنين اللي فاتت تأهله جدا انه يكون خليفه محمود عبد العزيز. وانت طيب. خلاص يا فطين، انت لازق عليك وحش كده.